السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى متابعين. يلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لينا في كل حاجه بنعملها. يلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى ان شاء الله هنضف الصاله بتاعتي كده تنظيفه، هقلب الدنيا زي ما هتشوفوا دلوقتي عشان بقى خاطر العيد. طبعا كل سنه وانتم طيبين. انا عايزه اقول لكم اتهد حيلي يا جدعان، اتهد حيلي، ولكن الحمد لله احنا قدها وقدود. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يعينك على كل حاجه بتعمليها وكمان تخلصيها بسرعه. اول حاجه طبعا بعملها ان انا شلت السجاد اللي انتوا كنتوا شايفينه، والسجاد ده بقى اللي انا غسلته، وفي طبعا سجاد شارياه، هو مش سجاد يعني بديل السجاد، كنت شارياه وبعدين شلته طبعا عشان اعرف انضف بقى الكنبه. وبعد كده طبعا نضفت الشيش وفتحت البلكونه بتاعتي، وبنضف الحيطه زي ما انتوا شايفين كده عشان بيبقى عليها تراب. انا عايزه اقول لكم الحمد لله انا خلصت بقى شقتي كلها الحمد لله، خليتها كده فل شمعه منوره. بس الفرش بفرش يوم الوقفه بالليل، عشان كده بقى قلت يعني نتشجع مع بعض كده اقوم بقى انضف الغرف، وكمان نظفت الصاله زي ما انتم شايفين كده، يعني خلصت كل اللي ورايا الحمد لله. ولكن بقى الفرش هيبقى ان شاء الله يوم الوقفه بالليل. اعمل فيديو كده سريع اوريكم طبعا الفرش الجديد اللي انا فرشته، وكمان اوريكم الشقه طبعا بعد ما فرشتها يوم الوقفه ان شاء الله. ربنا يا رب يجعله عيد سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بقى ببتدي اعمل ايه؟ زي ما شفتوا كده نضفت الحيطه الاول، وبعد كده طبعا شلت بقى الشيلات بتاعه الكنب او الكراسي بتاعتي بنضفها كويس. يمكن انتوا شايفين مفيش اي حاجه، لاني انا من يوم ما نضفت قبل العيد وانا ايدي بقى في الحاجه على طول، اول باول بنضف، يعني مش شرط عشان بصور معاكم يبقى انضف بقى تلاقوا الدنيا متبهدله، لا انا كل يوم او يوم فيه ويوم ما فيش بنضف، وايدي على طول في الحاجه عشان تفضل نظيفه وزي الفل. على فكره لما بتبقى ايدك في الحاجه بتاعتك بتفضل نظيفه، ولما تيجي بقى تنضفيها تنظيفه كده عميقه زي ما انا بعمل ما بتحسيش بيها، يعني مش بتتعبك قوي لدرجه انك تحسي انك تعبتي. بس طبعا انا اللي تعبني بقى بصراحه ان انا غسلت السجاده زي ما هتشوفوا دلوقتي، ويعني برضو شد الكراسي والكلام ده كله برضو بيبقى متعب. بس الحمد لله خلصت كل اللي ورايا كده بقى ارتحت، عشان طبعا يجي عليا العيد كده احس بقى ان شقتي كده يعني شمعه منوره وكل حاجه فيها كده بتبرق الحمد لله. دايما بس كده سمي الله وصلي على الرسول عشان تلاقي كل حاجه كده زي الفل ان شاء الله، وكمان تخلصي الحاجه اللي انت بتعمليها على طول. هنا طبعا شلت برضو الشلت بتاعه الكنبه دي وبنضفها زي ما انتم شايفين. انا كان بصراحه نفسي اغسل الحيطان، ولكن الحيطان بتاعتي للاسف ما بتتغسلش. كنت نفسي كده بقى اجيب رغاوي كده ورغي بقى يعني اغسل الحيطان، ولكن الحيطان بتاعتي ما بتتغسلش الحمد لله على كل حال. المهم طبعا مش معنى ان عندنا حاجه مش عارفين نغسلها نسيبها، لا نضفيها. يعني انا لما بشيل التراب من على الحيطان برضو الحيطه بتبقى نظيفه وزي الفل. دايما ايدك في الحاجه، لو الحاجه بتاعتك دي حسها قديمه او يعني مش حلوه بجد والله النظافه بتخليها حلوه جدا جدا. المهم طبعا انا هحاول كده اغير في الصاله شويه، يعني هجيب الكنبه مكان الكنبه الصغيره مكان الكنبه الكبيره زي ما هتشوفوا دلوقتي. المهم ان الحاجه اللي بشدها بمسح مكانها زي ما انتم شايفين كده. طبعا الشرشوبه بتاعتي فيها ميه واي معطر بقى موجود عندي. على فكرة يا جماعة الشرشوبة زي ما انتم شايفين كده هي لونها غامق، عشان بس يعني ممكن الناس تفتكر ان هي مش نظيفة، لا هي لونها كده، لونها غامق. يعني لما جيت جبتها كان لونها غامق زي ما انتم شايفين كده. وكمان عشان الشرشوبة بتاعتك تفضل نظيفة وزي الفل وريحتها حلوة، بعد ما تخلصي بقى شقتك او تخلصي المكان اللي انت بتمسحي بيه، حطيها في ميه دافيه وعليها كلوريكس او كلور او اي حاجه موجوده عندك وشويه معطر، واشطفيها كده مره واتنين، وبعد كده سيبيها تنشف، بتبقى ريحتها حلوه وزي الفل وبتفضل كمان نظيف. المهم كمان شديت بقى الجزامه برضو، مسحت وراه المرايه اللي انا كنت حطاها فوق الجزامه كانت واقعه برضو وطلعتها ولزقتها تاني. المهم طبعا مسحت مكان الكنبه وكمان الجزامه زي ما انتم شايفين كده. طبعا الحاجه اللي بشدها بنضف تحتيها على طول، مش عايزه اكركب الدنيا وبعد كده بقى احس ان الصاله مكركبه مش عارفه اعمل فيها ايه. لا الحاجه اللي بشدها الكرسي او الكنبه ببتدي اكنس الاول، وبعد كده بنضف بالشرشوبه، وبعد كده برجع كل حاجه على نظافه. طبعا انا برضو شديت التلاجة نظفت مكانها، والجزامه وكل حاجه كده نظفت مكانها وخليت الدنيا زي الفل الحمد لله.
وبعد كده بابتدي طبعًا أكنس، أشيل بقى التراب، وكمان نضّفت على فكرة الشباك، الستاير أنا مش هاغسلها، الشباك اللي هو بيبقى ورا الكنبة برضه نضّفته، بس أنا نضّفته مع نفسي. الستاير أنا مش هاغسلها ليه؟ لإن الستاير بصراحة أنا فارشاها قبل رمضان وهي نضيفة، فحرام إن أنا أشيلها وأهِد حيلي وهي نضيفة، يعني الحاجة ما دام حاسة إن هي نضيفة خلاص بلاش إن أنا أشيلها كده أغسلها وهي تكون نضيفة. المهم طبعًا إن أنا نضّفت كل حاجة وخرجت كمان على البلكونة، طبعًا البلكونة حاطة فيها كرسي زي ما أنتم شايفين بانضّفه هو كمان، وبانضّف الجزامة، وبعد كده بابتدي برضه أكنس البلكونة، وابتدي برضه ألمّعها. هنا بقى هالمّع الإزاز وهالمّع كل حاجة، طبعًا المفرش ده أنا هارفعه على الإزاز من فوق، لإن أنا كنت حاطاه تحت الإزاز، هارفعه بقى من فوق عشان طبعًا لمّا آجي أشيله وأفرش المفرش الجديد يوم الوقفة إن شاء الله، يكون سهل إن أنا أشيله وابتدي ألمّع كده على السريع. طبعًا التنضيفة دي هتريحني يوم بقى الوقفة، مش هاعمل كل المجهود اللي أنتم شايفينه ده، يعني يا دوبك كده هالمّع على السريع وابتدي أفرش بقى الحاجة اللي أنا جايباها. طبعًا أنا جايبة يعني شوية يعني حاجات كده بسيطة، ولكن برضه هتحسسنا إن شاء الله بالفرحة كده، وتحسسنا برضه إن إحنا جبنا حاجة كده جديدة في العيد. المهم بقى كل حاجة بالمّعها، النيش والإزاز وكل حاجة. طبعًا بقى لمّعت كل حاجة زي ما أنتم شايفين، البخاخ اللي في إيديّا ده بيلمّع لي الإزاز وبيلمّع لي كل حاجة بصراحة، والخشب وكل حاجة، ولمّعت كمان التلاجة والجزامة. بعد كده بقى جبت المَيّة بتاعتي حُطّي فيها أي حاجة، وطبعًا عشان تحسّي إن المَيّة بتاعتِك كمان بتنضّف السيراميك، خلّي المَيّة بتاعتِك دافية أو سخنة ما فيش أي مشكلة، وحُطّي عليها بقى المُعطّر اللي أنتِ عايزاه، وبعد كده امسحي السيراميك بتلمّعه وبتخلّيه زي الفل. المهم بقى إن أنا هامسح الصالة، وبعد كده باخرج برضه على البلكونة هي كمان أنضّفها واخلّيها زي الفل، وبعد كده بابتدي بقى أفرش الكراسي بتاعتي. عايزة أقول لكم بقى إن البياضات أو الحتت اللي أنا باحطها زي ما أنتم شايفين دي بتحافظ على الأنتريه، خصوصًا بقى لو الأنتريه بتاعِك جديد، يعني ممكن تكون ناس بتشوفها إن هي حاجة عادية، ولكن بجد بتحافظ على الأنتريه. إحنا طبعًا بنقعد في الصالة، بنفطر في الصالة يعني، فطبعًا بقى لو البياضات دي أنا مش حاطاها، الأنتريه بتاعي هيتبهدل، فهي بتحافظ على الأنتريه، خصوصًا زي ما قُلت لِك لو الأنتريه بتاعِك جديد، بجد جيبي له بياضات أو أي حاجة عندِك زي اللي عندي دي وافرشيها كده، هتحافظ لِك على الأنتريه بتاعِك وتخلّيه دايمًا نضيف وزي الفل. طبعًا بقى مسحت كل حاجة وخلّيت الدنيا زي ما أنتم شايفين كده شمعة منوّرة. الحافظة دي أنا كنت غاسلاها، بس قُلت ما فيش مشكلة هي غسيلها بيبقى سهل مش بيتعبني ولا حاجة، فقُلت طبعًا هافرشها في الصالة عشان ما ينفعش بقى إن الصالة أسيبها على السيراميك، لإننا إحنا بنفطر في الصالة. وبعد كده طبعًا يوم الوقفة هابتدي أشيلها أغسلها وأفرش بقى السجاد اللي أنا طبعًا غسلته. أنا بصراحة سجادي كله غسلته، ما كانش في غير السجادة اللي هتشوفوها معايا هي والمشّاية هاغسلهم هي كمان. عايزة أقول لكم بجد اتهد حيلي، لإن طبعًا كنت باعمل الحاجات دي كلّها وأنا صايمة الحمد لله، ربنا قدّرني وعَنّي الحمد لله. بس طبعًا عايزة أخلّص كمان عشان أعمل فطار للولاد، وكمان كنت عايزة أعمل برضه غُريبة للولاد، عشان بصراحة أنا باحب أعملها في البيت بيبقى طعمها حلو، وباعملها زي اللي بنجيبها من برّه وأحسن كمان عشان طبعًا بنبقى إحنا اللي عاملين الحاجة بإيدينا. المهم طبعًا إن أنا خلّصت الصالة زي ما أنتم شايفين نضّفتها وخلّيتها زي الفل، وبعد كده قفّلت بقى الشيش وكمان طفيت النور، وهابتدي طبعًا أدخل على غسيل السجاد زي ما هتشوفوا دلوقتي. طبعًا السجادة الحمد لله ما خدتش مني أي وقت، بس طبعًا قبل ما يعني أخرج على السجادة حطيت البطانية بتاعة غرفة النوم في البانيو زي ما أنتم شايفين كده، قُلت بقى أسيبها إيه تنقع كده وبعد كده أشطفها، وباحط عليها طبعًا المسحوق وبابتدي أضبّطها وبعد كده أبتدي أنشّرها، لإن أنا الحمد لله البطاطين بتاعتي غسلتها ما فيش غير بطانية كمان هي اللي فاضلة هاغسلها بقى، وبعد كده طبعًا باحطهم في الشنط بتاعتهم وباحطهم تحت السرير. المهم طبعًا السجادة زي ما أنتم شايفين فردتها كده وحطيت عليها المسحوق. أهم حاجة بتغسليها في البطاطين أو في الهدوم أو في السجاد حطي كلوريكس ألوان، قد إيه بيخلّي الحاجة نضيفة وكمان بيخلّي الحاجة ريحتها حلوة. المهم طبعًا إن أنا غسلت السجادة ونضفتها وخليتها زي الفل، وبعد كده جبت المشّاية دي كمان نضفتها وخليتها زي الفل، وبعد كده هاحطهم بقى على السلم واسيبهم يصفّوا خالص، ولمّا بيصفّوا بابتدي أحطهم على سور البلكونة. دايمًا كده سمّي الله وصلّي على الرسول عشان ربنا يبارك لِك في كل حاجة بتعمليها وكمان تخلص بسرعة. كل سنة وأنتم طيبين، أجمل وأحلى متابعين، ربنا يا رب يجعله عيد سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية، اللهم آمين يا رب العالمين. بصراحة أنا يعني السنة دي بقى صادف إن طبعًا الولاد لسه في الدراسة، وكمان رمضان جاي يعني الجو لسه برد، فما كانش ينفع إن أنا أشيل السجاد، ولكن السنين اللي فاتت أنا كنت باشيل السجاد قبل رمضان واغسله وألفه وأعينه، ولكن بقى السنة دي بصراحة الجو كان لسه برد شوية، فما رضيتش أغسل السجاد يعني، بس الحمد لله برضه ربنا عني وخلّصت كل اللي ورايا الحمد لله. كنت بقى حطيت الغسيل في الأوتوماتيك بصراحة عشان ما قدرتش أغسل على الغسالة العادية، وكانت خلّصت قُلت برضه أنشّر الغسيل عشان طبعًا برضه باحب أنشّره بدري كده
يتهوى ويتعقم. طبعا بقى فصلت الفيديو وعملت صينيه مكرونه بشاميل، طبعا عملتها معاكم كتير فما حبيتش بقى اصورها. وكنت كمان عندي فاكهه، عملت سلطه فواكه للولاد، يعني حاجه كده سهله وسريعه، عشان بصراحه انا ما بحبش يعني اليوم اللي اعمل فيه شغل ما بحبش برضو ان انا ما اعملش اكل لاولادي، لا عايزه اعمل لهم اكل لاننا احنا في رمضان، يعني هم صايمين فما ينفعش ان انا اجيب لهم اي حاجه كده وخلاص. فعملت صينيه مكرونه بالبشاميل اللي هم بيحبوها بصراحه. وبعد كده طبعا ابتديت بقى اشطب المواعين. شايفين المواعين مش يعني ما فيش اي حاجه، هي بس الاطباق مكان ما كانوا الولاد بيحطوا فيها المكرونه بتاعتهم والكوبايات. كانت المواعين بسيطه جدا جدا، اسهل حاجه صينيه المكرونه البشاميل. كمان عايزه اقول لكم ان اللحمه بتاعت صينيه المكرونه كانت متعصجه ومحطوطه في الفريزر، يعني يا دوبك طلعتها كنت حطاها في علبه، كنت معصجاها قبل كده يعني، وحطها في علبه، وبعد كده طبعا طلعتها سبتها تفك. هو بس اللي عملته سلقت المكرونه وعملت البشاميل، يعني الحمد لله الاكله بتاعتي ما خدتش مني اي وقت. ودايما اعملي كده، يعني لما يكون هتعملي مجهود او حاسه ان اليوم ده هيبقى متعب عليكي، اعملي حاجه سريعه وفي نفس الوقت يكون ولادك بيحبوه. طبعا بقى شطبت المواعين، وما ننساش ان احنا نستغفر ونصلي على الرسول كده، وندعي لاولادنا ربنا يهديهم ويبارك فيهم. وبعد كده طبعا هبتدي ادعك الرخامه بتاعتي والحوض وانضفهم واخليهم زي الفل. انا عايزه اشطب المطبخ بتاعي عشان اجيب بقى المقادير بتاعتي عشان اعمل الغريبه زي ما قلت لكم، لاني طبعا عايزه اعملها في البيت. الحاجات دي بتبقى سهله بس بتبقى محتاجه وقت، يعني هي الحاجات دي بتبقى سهله بس بتبقى محتاجانا، يعني محتاجه مننا شويه وقت. هي بصراحه الغريبه من اسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها، وكمان مكوناتها بسيطه جدا جدا. الطريقه بالتفصيل موجوده في فيديو منفصل على القناه، لو حابين تعرفوا طريقتها جربوها بجد هتعجبكم جدا جدا. ولو بتشتروها بقى من بره وجربتوها بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها في الفيديو اللي انا منزلاه على القناه، بجد مش هتشتروها تاني من بره وهتعملوها بنفس الطريقه، لان طريقتها سهله وكمان طعمها حلو قوي قوي. المهم طبعا ان انا نظفت المطبخ بتاعي وخليته زي الفل. طبعا مسحت البوتاجاز، وكمان الرخامه اللي ورايا برضو مسحتها ونظفتها. والمواعين بصراحه كانت صفت برضو، رجعت كل حاجه مكانها. المطبخ بتاعي نضيف وزي الفل لاني انا ايدي فيه على طول الحمد لله. المهم طبعا ان انا كده خلصت بقى شقتي، نظفتها وخليتها زي الفل. ربنا يا رب يجعله عيد سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه، اللهم امين يا رب العالمين. في اليوم ده بصراحه انا ما رحتش اصلي في المسجد، انا صليت في البيت. ربنا يتقبل مني ومنكم اللهم امين يا رب العالمين. عملت بقى الغريبه بطريقه بسيطه وسهله، طبعا هي موجوده في فيديو منفصل موجود على القناه، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. مقاديرها بسيطه جدا جدا، هتلاقيها موجوده عندك، واحلى بكتير من اللي بنجيبها من بره. يعني لو بتشتري القريبه من بره جربيها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبك. الطريقه بسيطه جدا جدا. ولحد هنا بقى هيكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى متابعين. ربنا يديمكم في حياتي نعم. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعله عيد سعيد علينا وعلى كل حبايبكم وعلى كل المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. شايفين بقى القريبه؟ عايزه اقول لكم دايبه وفي نفس الوقت متماسكه، يعني لما تيجي تمسكيها كده مش بتفرول في ايدك، لا هي متماسكه، وفي نفس الوقت بقى لما تيجي تاكليها تلاقيها دايبه بتدوب في بقك كده. بجد حلوه قوي قوي، والحمد لله عملتها احلى بكتير من كنت اشتريها من بره. وطريقتها بسيطه وسهله، ومكوناتها كمان كانت موجوده عندي بصراحه. طبعا بما اني بقى اليوم بتاعي كان طويل جدا جدا، قلت بقى اعمل لي كوبايه نسكافيه، لاني بصراحه كنت عايزه اقعد كده بقى استريح شويه مع نفسي قبل طبعا ما اقوم اجهز السحور. وهعمل بقى كوبايه نسكافيه، طبعا عندي حليب والرغوه موجوده عندي في الفريزر، وهبتدي بقى اعمل كوبايه النسكافيه. عايزه رايكم في الفيديو عشان طبعا رايكم بيهمني جدا جدا. بحبكم في الله، اجمل واحلى متابعين. كل سنه وانتم طيبين. كنت معاكم منال عبد المنعم، سلام عليكم.